بصي خليني اقولك حاجة. انتي مش متأخرة عن حاجة، ومفيش قطر راح عليكي، مفيش حاجة اسمها كده اصلا. كل واحدة فينا ليها رحلة، ليها توقيت، ليها قصة مكتوبة مخصوصة ليها هي وبس. ما ينفعش نقارن توقيت قلوبنا بتوقيت جداول الناس. اهلا بيكم، معاكم مي من بودكاست لنفسي، وانا مهتمة باي شيء هيخليكي احسن نسخة تحبي توصلي لها. اهلا بيكم في مساحتكم الخاصة. احنا موجودين هنا عشان نرمي اي ضغط واي قلق ونتكلم من القلب. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع حساس شوية، هو موضوع تأخر الجواز. الموضوع اللي الناس كتير بتسأل فيه وتديكي كأنه مقياس لقيمتك أو سعادتك. واحنا هنا عشان نقول لأ، حياتك مش متوقفة على حاجة، ولا سعادتك مربوطة بأي توقيت. أنا هنا عشان أفكرك بالكلام ده. خليني أقولك على حاجة، مفيش حاجة اسمها تأخر الجواز، مفيش حاجة اسمها احنا متأخرين على حاجة، أو مفيش حاجة برضو اسمها القطر فاتك. قطر الجواز فاتها، قطر التعليم فاتها، قطر الشغل فاتها. كل الحاجات دي كلها مصطلحات وحاجات كده خايبة الناس اخترعوها بس عشان يضايقوا بيها الناس اللي معرفوش، او ان هم حياتهم ما كملتش مثلا بالجواز. دي حاجات كده بتيجي في دماغ الواحد، ان هي اتعلمت احسن تعليم وبقت دكتورة. طب ايه هيفيد بايه التعليم وهي اصلا مش متجوزة ولا عاملة بيت؟ كل الحاجات دي خرافات، والله خرافات. احنا بنمشي في حياتنا طبيعي، بندرس، نخلص الجامعة، بنتخرج من الجامعة، لو لسه هنكمل بعد الجامعة حاجة بنكملها، بنشتغل، بنتعلم حاجات جديدة، ناخد كورسات، ناخد حاجات عشان نوصل لأهدافنا. بنسعى ان احنا مثلا نجيب عربية لنفسنا، نعمل حاجة، نوصل نحقق أحلامنا وطموحاتنا اللي احنا عايزينها بعيدا كل البعد عن الجواز. عشان احنا حياتنا مش راجل، حياتنا اللي هيجي يكملها لنا مش هي الجواز. انا حياتي مش هتكمل لو اتجوزت. الجواز ده ما عبارة عن ان هي حاجة اضافية جت وانا مكملة طريقي عادي وبنجح وفي شغلي واشتغلت ووصلت الاحلام اللي انا عايزة احققها، كان بها وربنا يبقى رزقني وهحمد ربنا عليها، وهكمل في طريقي معاها عادي، وهكمل برضو في احلامي ومش هوقف حاجة. ليه؟ لان زي ما قلتلك دلوقتي ان الجواز ما هو الا اضافة، اضافة فقط. عارفة، أنا عارفة على فكرة إحساس لما تحسي إنك بتحلمي تشاركي حياتك مع شخص بيحبك ويخاف عليكي، ده إحساس طبيعي وجميل جدا. بس اللي مش حلو إنك تربطي فرحتك كلها بوجود شخص تاني. انت ممكن تعيشي فرحة يومك، نجاحك وقوتك دلوقتي حالا، من غير ما تستني حد. اعملي اللي بتحبيه، طوري من نفسك، اشتغلي على أحلامك، حضري نفسك لحياة انت بتختاريها، مش حياة بتنتظري حد يكملها لك. جوزي نفسك بالراحة، بالنجاحات، بالأيام الحلوة اللي بتعيشيها مع نفسك. أنا عارفة على فكرة إن المجتمع ساعات بيضغط علينا، اللي يقولك عقبال عندك، واللي يقولك مش ناوية، واللي كأنهم مستعجلين عليكي أكتر منك، بالذات الأهل. الأهل ليهم عامل كبير جدا من ناحية الأم على بنتها اللي لسه ما اتجوزتش. بس خليكي فاكرة ان حياتك دي مش سباق، ومفيش جايزة للي اتجوزت بدري على فكرة، ولا للي مش ماشي على توقيت الناس. ما تبصيش لحد، وما تقوليش ان دي اتجوزت وانا لسه، وان احنا دي عندها بقى عندها 4 5 عيال وانا لسه قاعدة في بيت اهلي. عادي، ربنا مش كاتب دلوقتي. انتي جميلة زي ما انتي، مفيش اي حاجة اتغيرت، جميلة وكاملة ويعني فيكي كل المواصفات الحلوة دلوقتي، مش لما تتجوزي. الجواز مش هو اللي هيخليكي حلوة، ومش هو اللي هيخليكي كاملة. انتي كده كده ماشية في طريقك. زي ما قلتلك من شوية كده ان الجواز اضافة جميلة للحياة بس مش تصحيح ليها، يعني الجواز مش هيجي يصحح لي اي حاجة في حياتي. وزي ما انتي مستنية حد صح يدخل حياتك، الشخص ده كمان بيدور عليكي دلوقتي، وانتي بتكبري وبتظهري كل يوم. خدي بالك من نفسك، حبيها ودلعيها، كلميها بحب، اخرجي وتفسحي، اتعلمي حاجات جديدة، جربي رياضة جديدة، اكتبي، ارسمي، اسمعي موسيقى، عيشي حياتك بكل ألوانها. أنا معاكي على فكرة وحاسة بيكي. وهقولك على حاجة، ان كل تأخيرة وفيها خير. انا بس جاي افكرك ان كل تأخير فيها خير. لو ربنا شايف ان ده وقتك اللي انتي مفروض تتجوزي فيه وتعملي بيت، ربنا مش هيأخر عنك الخير ده ابدا. بس هو كل حاجة مكتوبة لنا، ليكي وقت هتتجوزي فيه، ليكي وقت الحاجة الفلانية هتجيلك، ليكي وقت هتوصلي للنقطة الفلانية اللي انتي بتحلمي بيها.
ليكي وقت ربنا شايف ان هو ده الوقت المناسب ليكي انك تتجوزي وتفتحي بيت، فهيرزقك بالشخص اللي شبهك. يا ستي يمكن ربنا بيجهز لك حد مش بس شبهك، ده ممكن يكملك بطريقه انت مش هتتخيليها. انا اهم حاجه عندي ان انا عايزاكي تصدقي ان الخير جاي، وان حياتك دي مليانه نعم حتى قبل ما يجي الشخص الصح. وطول ما انت بتحبي نفسك كل حاجه حلوه هتجيلك لوحدها. تعالي كده نفكر مع بعض، لو حياتك كلها مربوطه بلحظه معينه، لحظه جواز او ارتباط، يبقى احنا كده بنظلم نفسنا ظلم كبير قوي. فين كل الايام اللي ضحكنا فيها ونجحنا فيها اتعلمنا فيها؟ حياتك دي مش بروفة لحد ما تتجوزي، لأ، حياتك دي العرض الكبير نفسه. في بنات كتير تلاقيني اكلمها تقولي خلاص يمكن مفيش نصيب، يمكن ربنا مش كاتبلي، وانا دايما بقولهم لأ، ما تستعجليش النهاية وانت لسه في نص الرواية. احنا ساعات بنكون زي حد بيقرأ كتاب وهو لسه في الصفحة 30 ويقولك القصة ما فيهاش حاجة حلوة. طب ما تكمل القصة، يمكن الصفحة اللي جاية فيها أجمل فصول حياتك. خليكي انتي حلمك الأول، خليكي مشروع حياتك، خططي، احلمي، افردي جناحاتك، اشتغلي على حاجات بتحبيها، لغة جديدة، شغل، موهبة، رياضة. خلي كل يوم يعدي عليكي وانت بتكبري خطوة. وعارفة عادي انك تحسي بالوحدة ساعات، على فكرة مفيش حاجة اسمها حد قوي طول الوقت خالص. المهم لما الوحدة تيجي تبصي لنفسك بحب، تطبطبي عليها، تقولي لنفسك انا معايا نفسي وربنا معايا، وتقومي تاني. عايزة اقولك كمان على حاجة مهمة قوي، لازم تكوني دايما حطاها في دماغك، ودايما دي اهم حاجة بقى احنا لازم نبقى عارفينها، بعيد بقى عن كل الكلام اللي انا اتكلمته من شوية ده. لازم دي اهم حاجة نبقى احنا مقتنعين بيها وعندنا يقين تام من جوانا انها فعلا صح وموجودة، ان كل تأخيرة ليها حكمة. يمكن ربنا بيحوش لك حد مش عادي، يمكن بيحضر لك بيت كله سكينة وراحة. يا ستي يمكن لما تتجوزي بدري لا قدر الله يحصل تختار الشخص الغلط ويحصل مثلا طلاق، برضو احنا ما استفدناش اي حاجة. يمكن بيجهز قلبك انك لما تدخلي العلاقة دي تكوني مش محتاجة لكن حابة، يعني انت مش محتاجة اصلا انك تدخلي علاقة، بس انت حابة انك تدخلي العلاقة دي وعايزك تدخليها كاملة. انت اللي بتدي من فيضك مش من احتياجك. اعملي كل اللي بتحبيه قبل الجواز، اعملي ذكرياتك، سافري، تصوري في اماكن حلوة، اقترحي على نفسك تجارب. انا عايزاكي تبقي ست قوية بتفرح بنفسها مهما كانت حياتها الاجتماعية. كل يوم الصبح خليكي قريبة من ربنا، قولي يا رب اكتب لي الخير وساعدني بكل حاجة بتجيلي، سواء جواز او رزق او سكينة، وخلي عندك يقين ان اللي جاي احلى واحلى، وخلي عندك يقين تام ان ربنا بايده كل حاجة. كن فيكون. لو عايزك تتجوزي دلوقتي ويخليكي تقابلي الشخص ده دلوقتي هيقول له كن فهيكون. خليكي فاكره الكلام ده كويس، وما تزعليش وما تخليكيش كده متعقده من حياتك وانا لسه ما اتجوزتش وفلانه اتجوزت بقى عندها 4 5 عيال وهي قدي في السن، وكل الكلام ده والله كلام فاضي. حطي في دماغك ان ربنا لو عايز للخير هيعملهولي، وربنا بدال بعد عني الحاجه دي دلوقتي او مأخرني عنها، فربنا شايف ان هي دلوقتي هيبقى ابتلاء، وابتلاء انا لو ربنا اداهولي دلوقتي انا ممكن ما اقدرش اصلا استحمله. خليكي فاكرة برضو ان مفيش حد في الدنيا ناقصه اي حاجة، كل واحد معاه ال24 قيراط بتوعه. في ناس انتي ممكن تكوني ناجحة في شغلك، ممكن اللي اتجوزت دي اصلا بدري مفيش حد راضي يشغلها عشان هي اتجوزت وبقى عندها حياة وعندها بيت، وممكن بيتها يأثر على الشغل المال اللي هي عايزة توصله. خليكي فاكرة كويس قوي ان انتي نعمة، وانتي حياة، وانتي حياة كاملة. عيشي دلوقتي، افرحي دلوقتي، اضحكي على ابسط حاجة، واكتبي احلى قصصك بنفسك، وافتكري الجواز مش هو اللي هيكمل حياتك، انت اللي بتكملي انت اللي بتكملي الحياة اي حد لما تدخليها. لو بتحسي بالوحدة او الحيرة تعالي هنا هنتكلم مع بعض، هنفضل نكبر ونحب نفسنا اكتر. بشكركم انكم قضيتوا معايا الوقت ده،
واستنوني في حلقات اللي جاية. وشكرا لكل الشكر من كل قلبي لل5 6 اللي بيتابعوني، انا لسه ببدأ، واتمنى من كل قلبي ان انتوا تفضلوا معايا وتدعموني. وعايزاكم تكتبوا لي كده في الكومنتس ايه اكتر حاجة بتضايقكم من موضوع تأخر الجواز ده. و... ولو عندك صاحبة ليكي يا ريت تبعتي لها الفيديو عشان كله يستفيد. هستنى منكم تكتبوا رأيكم في الفيديو، وهستنى منكم ان انتوا تقترحوا عليا موضوع الحلقة اللي جاية. واستنوني كل يوم بفيديو جديد وقصة جديدة. بحبكم قوي. باي باي.